كاملين كنعرفوا هاد الصورة ديال شاب مغربي بسيط عايش في وسط جبال الأطلس بعيد على الصداع ديال المدن. رشيد عباس اللي يقدر يوصل لقلوب ملايين غير بالبساطة ديالو وبالعلاقة الغريبة اللي كتجمعو واحد الكائن المعزة ديالو خربوشة. ولكن واش عمركم وقفتوا وسولتوا راسكم علاش هاد الاسم بالضبط خربوشة؟ واش هي مجرد سمية ظريفة اختارها رشيد الرفيقة الدرب ديالو، ولا كاين شي سر مخبي ورا هاد الكلمة؟ السر كيرجع لواحد من اظلم الفصول في التاريخ ديال المغرب. في هاد الفيديو غادي ناخدكم في رحلة غريبة، رحلة بين الحاضر اللي كنشوفوه مع رشيد وبين واحد الماضي مرعب وقع في جبال اطلس والمباشرة المغربية. غادي نكشف لكم بلي خربوشة ماشي غير معزة، خربوشة هي ذكرى ديال واحد الروح اللي تحكم عليها بواحد من ابشع الاحكام الاعدام اللي عرفتها البشرية. باش نفهموا القصة لازمنا نرجعوا بالزمن اللور لأواخر القرن 19 لبلاد عبدة. تما بانت واحدة من أقوى العيالات اللي عرفوا من المغرب، حادة الزيدية اللي كلشي كيعرفها بلقب خربوشة. علاش خربوشة؟ كيقولوا بان الملامح وجهها كانت فيها آثار ديال بوحمرون الجدري، ولكن هاد الوجه اللي كانت كتقول بالروايات مخربش كان وراه واحد من أقوى الأصوات اللي عرفتها الموسيقى العيطة. خربوشة ما كانت مجرد مغنية، كانت شاعرة ومقاومة بالكلمة. في ديك الوقيتة كان الحاكم ديال ديك المنطقة هو القايد عيسى بن عمر. كان رجل قوي جبار وما كيرحم حد، ولكن خربوشة كانت هي الوحيدة اللي تجرأت ووقفات في وجهه. ما هزات السيف ولكن هزت الحبة والبارود ديال الكلام. بدات كتغني عليه قصائد كتشفي الغليل، قصائد كتفضحو قدام القبايل، كانت كتقول لي في عز جبروتو فينك عيسى وفين الشان والمرشان، ياك قهرتي عباد الله وحرقتي القلوب. هاد الكلمات كانت كتحرق القايد عيسى بن عمر اكثر من العافيه. تخيلوا معايا قايد كترعد من القبايل وجات مرا بسيطه بصوتها وكلامها وزعزعات العرج ديالو. المهم دابا قبل ما نكمل القصه، الا كنتي باقي ما بركتيش على لايك برك على لايك ويلا مشينا. قايد عيسى بن عمر ما قدرش يستحمل الاهانه، قرر ينهي هاد الصوت الابد، ولكن مبغاش يقتلها موت عاديه. مورا واحد الصراع طويل بسبب الخيانه غادي يطيح خربوشه في يد القايد. وهنا كيبدا الفصل المرعب في الحكايه اللي كاع المراجع التاريخيه كتاكد عليه. قايد عيسى بن عمر ما استعملش معاه الحبس ولا النفي، امر البنايه ديالو باش يبنيو عليها حيط وهي حيه، سدوا عليها وسط ياجور والتراب وهي كتشوف الضوء كيتسد عليها شويه بشويه. الروايه كتقول باللي هي وسط الحيط ما بكاتش وما طلبش السماحه، بقات كتغني اخر قصيده ليها وصوتها كيخرج ما بين الشقوقه حتى انقطع النفس وانقطع الصوت، وماتت خربوشه مخنوقه وسط الحجر، ولكن بقات حره. ودابا من بعد قرن وزياده كنرجعوا الاعالي الجبال عند رشيد اختار يعيش حياة بعيدة عن البشر وسط الطبيعة والحجر، واختار يسمي الرفيقة الوحيدة ديالو خربوشة. واش هي مجرد صدفة ولا الروح ديال ديك المرأة المتمردة اللي بغاو يدفنوها وسط الحجر رجعت الحياة بشكل آخر؟ رشيد بالبساطة بحب الناس ليه رجع لهاد الاسم الهيبة ديالو وخلاه يتسمع في العالم كامل من جديد. قصة خربوشة كتعلمنا بلي الصوت الحر عمره ما يموت وخا يبنيو عليه 100 حيط. وهنا غتكون سالات القصة ديالنا. ما تنساش ديك لايك ابوني وقول لي في التعاليق شنو بغيتي ندوزو في القصة الجاية. يلا تهلاو.